جربوها للسحور، لذيذة بجد. اول حاجه كده معايا فلفل احمر، هبدا اشويه. طبعا تشويه على عين البوتاجاز او في الاير فراير او مثلا تحت الشوايه في الفرن، براحتك خالص على حسب المتوفر عندك. شويتها بالشكل ده. ودلوقتي كده هنتخلص من البذور، وهنبدا نجيب كده معانا الخلاط وهنحط كده فيه جبنه قريش. طبعا كميه الجبنه ترجع ليك براحتك خالص. انا مستخدم هنا حوالي كده نص كيلو من الجبنه القريش، وعليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون او الزيت النباتي على حسب المتوفر عندك، ونص كده معلقه من الزعتر، نص معلقه من الملح، طبعا كميه الملح على حسب الرغبه، ونص معلقه من الشطه او البابريكا. وهنضيف كده معانا الفلفل المشوي اللي احنا شويناه مع بعض، وهنبدا نضربهم كده مع بعض في الكبه. عايز اقول لكم طعمها رهيب بجد، طعمها كريمي وحلو قوي قوي. ممكن كمان لو الجبنه بتاعتك ناشفه شويه، يعني مش طريه زي الجبنه بتاعتي كده، تزودي زبادي او تزودي حوالي كده فنجان من الحليب، هيخلي الطعم كريمي وغني جدا كمان. هنحتفظ بيها في علبة تلاجة أو برطمان على حسب طبعا إيه المتوفر عندك. لو عندكم بقى الأولاد ما بيحبوش الجبنة القريش، جربوها بالطريقة دي، أنا متأكدة هتعجبكم جدا. كمان الجبنة القريش